هقول لك على 3 حاجات مهمة جدا لو عملتهم هتقدر تنتج من طيورك. بس قبل ال3 حاجات دول لازم يبقى فيه 3 حاجات متوفرين عندك في المزرعة او عند الطيور. ال3 حاجات دول ان احنا يبقى عندنا قفص مناسب للطيور وعندنا عش مناسب للطيور. والمقصود هنا بكلمة مناسب ان يبقى عندك حجم القفص مناسب حسب نوع الطير. يعني لو انت بتربي استرالي مثلا تربي 40 في 40، لو انت بتربي كوكتيل تجيب قفص كوكتيل يبقى مناسب للكوكتيل. طبعا العش لازم يبقى حجمه مناسب ومريح للأنثى عشان الأنثى وهي بتضع بيض وبتحضن الفروخ يبقى الدنيا معاها مظبوطة. طيب لو احنا قدرنا نوفر القفص المناسب والعش المناسب، تاني حاجة لازم نوفر تغذية مناسبة للأهالي. لو انت عندك تنوع في التغذية ده تاني سبب مهم جدا للإنتاج. تالت سبب وهو الأمان، أو إن الطيور تبقى حاسة بأمان داخل المكان اللي هي موجودة فيه. طول ما الطيور حاسة بأمان الطيور هتبدأ تنتج على خير بدون أي مشكلة. لو قدرنا نوفر ال3 حاجات دول والطيور لسه ما انتجتش عندك، هتعمل بقى ال3 حاجات اللي أنا هقولك عليهم. هتدي أول حاجة جرعة فيتامين متنوع للطيور، تاني حاجة هتدي جرعة كالسيوم للطيور، تالت حاجة هتدي جرعة أحماض أمينية. ال3 حاجات دول لو انت اديتهم للطيور هتبدأ تنتج ان شاء الله، طالما احنا وفرنا المكان المناسب والتغذية المتنوعة والقفص المناسب والعش المناسب وقدرنا ان احنا نوفر الامان. نبدأ نشتغل بال3 فيتامينات دول. اول فيتامين اللي هو الفيتامين المتنوع، وده طبعا هقول لك البشري وهقول لك البيطري. لو بشري ممكن تقدم الالبا فيت. الالبا فيت كويس جدا لتجهيز الطيور، وممكن تقدم البيطري اللي هو الالف د 3 ه. طبعا الالبا فيت جرعته 5 سم على اللتر، الالف د 3 ه سم على اللتر. وانت برضو اسال المكان اللي انت هتشتري منه الدواء البيطري قول له جرعه الدواء ايه، لان طبعا التركيز بيبقى مختلف سواء مصري او مستورد، وطبعا الافضل ان احنا نجيب المستورد. طيب ده الفيتامين المتنوع هنشتغل بيه 5 ايام مع الطيور. بعد الفيتامين المتنوع هنريح يومين ميه نظيفه ونبدا ندي جرعه كالسيوم. طبعا الكالسيوم البشري اللي انا بشتغل بيه انا بشتغل بالاستيوكير. لو هتشتغل بالبيطري هتشتغل مثلا بالكالسيلوكس. الاستيوكير برضو جرعته 5 سم على اللتر، هتشتغل بيه لمده 5 ايام وبرضو تريح بعد كده بيومين ميه نظيفه سواء بشري او بيطري. تالت نوع معانا هو الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه اللي انا بشتغل بيها البيطري وهي الجروفيت. الجروفيت انا بديه جرعه اثناء تجهيز الطيور للموسم، وهو بنقدمه 5 ايام جرعته سنتي على اللتر. تمام. طيب كده احنا قدمنا فيتامين متنوع وقدمنا كالسيوم وقدمنا احماض امينيه. ال3 دول مهمين في ايه؟ كده انت عوضت طيورك عن اي نقص في الفيتامينات او في المعادن او في الكالسيوم او في الاحماض الامينيه اللي موجوده في جسمها، وقدرت توفر لها البيئه المناسبه للانتاج. كده ان شاء الله الطيور هتنتج معاك بدون اي مشكله. ساعات بتبقى الطيور عندها نقص في الفيتامينات او نقص في الكالسيوم او نقص في الاحماض، والثلاثه مهمين جدا عشان الطيور تبدا تنتج. لو جينا نتكلم عن الفيتامين المتنوع اللي هو الالف د 3 ه، فالالف د 3 ه مهم جدا للطيور. سواء فيتامين الف مهم للنظر ومهم للمناعه، سواء فيتامين د 3 مهم جدا لو طيورك ما بتشوفش الشمس او انت مربي في غرفه او مربي في بلكونه ما بيوصلهاش الشمس، عشان الفيتامين د 3 الطيور بتكونه من خلال اشعه الشمس. فاحنا لما بنوفر فيتامين د 3 بنظبط انتشار وامتصاص الكالسيوم في الجسم، فالطيور بتبدأ تبيض. تالت حاجة فيتامين ه. وفيتامين ه مهم جدا للخصوبة ومهم جدا للمناعة. هو وفيتامين د الاتنين مهمين للخصوبة وللمناعة، فبالتالي انت رفعت مناعة الطيور، قدرت ان انت تقدم لهم الفيتامينات اللي هم محتاجينها او الفيتامينات الأساسية، فان شاء الله الطيور تنتج معاك. طبعا الالبا فيتا او الفيتامين البشري في كمان فيتامينات تانية كتير، في فيتامين ج، في فيتامينات كتير، في معادن كمان، فهو مفيد جدا للطيور وانا بشتغل بيه 5 ايام ما شاء الله بيخلي الطيور عندي زي الفل. وهعمل لكم فيديو ازاي انا بقدم الفيتامينات. طيب الكالسيوم مهم جدا عشان قشرة البيضة وعشان تكوين البيض وعشان عدد البيض عند الانثى يبقى كويس، لان ساعات الانثى ما بتبيضش بسبب ان هي عندها نقص كالسيوم، هي دي بتبقى المشكله اللي موجوده في الزوج. فاحنا لو حلناها
الطيور بتبدأ تبيض بإذن الله. طيب تالت حاجة الأحماض الأمينية، ودي المسؤولة عن تكوين البيضة من جوه. فبالتالي انت لما بتخلي الأحماض الأمينية كويسة في جسم الطيور، الطيور بينزل لك بيض سليم. البيض السليم دوت هينتج عنه فروخ سليمة وفروخ قوية. فإن شاء الله لو قدرنا ندي الفيتامين المتنوع والكالسيوم والأحماض الأمينية، صدقني طيورك هتشتغل بإذن الله في خلال أسبوع أسبوعين بعد ما تخلص ال3 جرعات دول. ولازم نريح بين كل جرعة والتانية يومين مية نضيفة. لو اشتغلت كده بعد كل عش ريح الطيور أسبوع، افصل الأنثى أسبوع عن الذكر، وابدأ إن أنت تديهم الفيتامينات والكالسيوم والأحماض تاني. ولما ترجع الأنثى هتلاقي الدنيا ظبطت معاك تماما. ممكن بقى بين كل عش وعش كفاية 3 أيام، يعني 5 أيام دي في الأول بس، عشان واحنا بنجهز الطيور للموسم. لو في أي مشكلة عندك والطيور لحد دلوقتي ما اشتغلتش، إن شاء الله تبدأ تشتغل معاك. شكرا لكم ورمضان كريم عليكم.